اهلا بصديقتي البائسه وصديقي البائس المحبطين من الحياه عشان ما حققوش اهدافهم السنه دي وما عملوش اي حاجه من اللي هما كانوا عايزينها. نمسك بقى الموضوع من الاول. احنا ليه لازم يكون عندنا هدف؟ هقولك على حاجه. الناس بتبقى مولوده كاتنين. ناس مولوده هي عارفه هي عايزه ايه، ومن وهي صغيره حرفيا بيسعوا لده. عارف انت العيال، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سوري كان في حمار بره. المهم، عارف انت العيال اللي من هما صغيرين بيطلعوا من الاوائل وانا عايزه ابقى دكتور لما اكبر، وفعلا لما يكبروا يبقوا دكاتره. دول بيبقوا عارفين هدفهم ايه وبيبقوا بيسعوا ليه من هم صغيرين. في ناس تانية بقى كده ملهمش هدف، اللي هو زيي وزيك. من واحنا صغيرين احنا مش عارفين احنا عايزين ايه، بنذاكر وخلاص عشان نخلص الترم ده وننجح، وسواء بقى طلعنا من الاول اوكي، نجحنا بس اوكي، وهكذا. بس احنا كبني ادمين احنا مش عارفين احنا عايزين ايه اصلا. طيب احنا هنفضل كده كتير؟ فدي كانت رحلتي. مش هقولك بقى في البحث عن هدف لان انا لغايه دلوقتي ما حددتش انا عايزه ايه، ولكن في البحث عن ان انا اخلي حياتي ليها معنى. اصل هسألك سؤال وهسألك سؤال. انت دلوقتي لما بتصحى الصبح متأخر، هقولك انت دلوقتي لما بتصحى الصبح بدري حتى عشان الجامعة ولا عشان الدروس ولا عشان اي حاجة، وبتفضل تقلب في السوشيال ميديا بالساعة وفي الاتنين، وفي الاخر تقوم تكروت لبسك وتنزل عشان انت اتأخرت، ده كده منظر حياة واحد عنده هدف؟ اكيد لا. وانا بقول الكلام ده ليا قبل ما اقوله ليكوا عشان محدش يفتكر ان انا بقول الكلام ده ليكوا. لا، انا حياتي الفتره اللي فاتت كانت كده. بصحى متاخر للجامعه، بفضل قاعده على التليفون، وبروح المحاضرات متاخر، مستواي نزل لكده، كل حاجه باظت. ومش هقولك بقى عشان الزمن والحياه والظروف، لا، هو انا اللي عملت كده في نفسي، محدش غلطان في الليله دي كده كلها غيري. فانت دلوقتي حياتك بتضيع هباء وانت بتفيد ناس تانية، ناس ملهاش اي 30 لازمه على السوشيال ميديا، محتواها تافه. انت قاعد تتفرج عليهم، مين جوز ومين طلق ومين سقط ومين خلف ومين سافر ومين رجع، وانت لسه قاعد على نفس السرير بتقلب على نفس التليفون وما اتطورتش في اي حاجه. طب احنا هنفضل كده لغايه امتى؟ منتظر ايه اللي يحصل؟ لو قلنا بعد 5 سنين من دلوقت، فكلنا وش جواز بنات وولاد من سني كده، يعني انا دلوقتي خلاص هكمل 20، فكلنا كده بعد 5 سنين من دلوقتي كلنا في سن الجواز. فما تزعلش مني، هتقول لولادك انت عملت ايه؟ عارفه انك مش هتخلف كمان 5 سنين، ولكن مستقبلا كمان 5 سنين انت عملت ايه اصلا عشان تعرف تتجوز؟ او انت، هقول ان انت الواد التوت فرط ما فيش منك اتنين، عملت ايه في حياتك لنفسك مش عشان تتجوز؟ انتي كبنت سترونج اندبندنت woman، او حتى بنوته عايزه بس تتجوز، عشان انا اعرف بنات كده يعني. فانتي دلوقتي لو انتي بنت هدفك بس الجواز ومش عايزه حاجه تاني، فده هدف انا لا اقلل من هدفك نهائي. ولكن هتقولي لولادك ايه بجد؟ يعني هتقولي لولادك انتي عملتي ايه في الكليه، ولا انتي عملتي ايه في حياتك، ولا يعني وايه وظيفتك؟ انتي شايفه او انت شايف ان انت كمان 5 سنين الناس اللي في حياتك هتقولهم انت عملت ايه؟ مش بقولك ان راي الناس مهم نهائي، انا لا اتفق نهائي ان راي الناس مهم، ولا حتى اهلك. تمام، انا مقتنعه ان حياتك انت حر فيها. انت سواء بقى بتفيد نفسك بتضر نفسك، دي حياتك وانت اللي هتحاسب على المشاريع في الاخر. بس الفكره بالنسبه لي منظرك، يعني مش عشان خاطر رأي الناس، منظرك قدام نفسك. خلينا متفقين برضو ان انت وانتي من كتر ما بتكتبوا تاسكات ومش بتنفذوها، من كتر ما بتحطوا اهداف ومش بنعملها، من كتر ما بتقول انا هعمل كذا وكذا وكذا ومن بكره هبدا واسوي واعمل الهوايل ومش عارفه ايه، وتيجي ما تعملش حاجه، ثقتكم في نفسكم قلت، احترامكم لنفسكم قل، ما بقيتوش بتصدقوا كلامكم، انتوا مش قد كلامكم. مع انكم لو مع حد غريب والحد ده غالي عليكم شويه انتوا هتبقوا قد كلامكم، بس انتوا عشان نفسكم مش غالي عليكم فانتوا مش قد كلامكم بربع جنيه. المغزى من الفيديو ايه؟ مش ان انا اديك الكبسوله ان انت تقوم تحقق اهدافك وتبقى مفيش منك اتنين، لا. المغزى من الفيديو ان انت تقعد مع نفسك قعدة عرب كده، ورقه وقلم، مش لازم نوت بوك خرافي ولا قلم بيكتب بميه الذهب، تمام؟ عشان انا في فئه كده بتبعت لي، الفئه اللي مقتنعين ان السوشيال ميديا هي السوشيال ميديا اللي فاهمهم كده ان انت لازم كل حاجه في حياتك تبقى بيرفكت، كل حاجه في حياتك تبقى غاليه، كل حاجه في حياتك لازم يبقى متخطط لها بمعدات واو، تمام؟ فالفكره كلها في انك تقعد مع نفسك قعدة عرب بورقه وقلم، اكتب كل حاجه، مش كل حاجه جواك، لا، كل حاجه انت محتاجها في حياتك عشان تبقى شخصيه احسن من اللي انت عليها دلوقتي. محتاج تصلح علاقتك بربنا، محتاج تذاكر،
محتاج تاخد كورس في الشيء الفلاني، محتاج تتعلم المهارة الفلانية، محتاج تدور على شغل، محتاج ومحتاج ومحتاج. بلاش تسيب نفسك للفراغ، عشان الفراغ بيموت، ودور الضحية مفيش احسن منه، فالاتنين دول هيموتوك بس بالبطيء. تمام. وانا جايه لك من المستقبل وبقولك دور الضحيه مش بيفيد حاجه. ان الناس تفضل تسمعك ده بيخلص، الناس بتزهق منك، صحابك هيبطلوا يردوا عليك عشان شايفينك شخصيه كئيبه، اهلك هيقرفوا منك. فبالراحه على نفسك، محدش هيستحملك غيرك، ومحدش هيحاسب على المشاريب غيرك. فانت قوم واعمل اللي عليك، وما تنتظرش نتيجه فوريه. انت شخص كانك قايم من الموت كده، هتقوم بقى من اول وجديد، كل حاجه تعملها من اول وجديد. فهي تسعى بقى من اول وجديد بجد، وتشتغل على نفسك بجد، وتستثمر كل حاجة في نفسك بجد، يا افضل قاعد على نفس السرير وقلب على نفس التليفون، وخليك ملكش اي 30 لازمة، وما تتفرجش بقى على فيديوهات تانية، عشان انت هتفضل تطلع بقى من فيديو لفيديو من فيديو لفيديو ومش هتوصل لاي حاجة. ولو وصلت لغاية هنا من الفيديو، فما تنساش ان انت تصلي على النبي، وتقولي انت ناوي تعمل ايه قبل ما السنة تخلص، عشان ننقذ ما يمكن انقاذه من السنة دي.